بصوا بقى يا حبايب قلبي الجمال. بصوا بقى الابداع ده، طبعا مولعه مش قادره امسك لكم الطاجن. فظيعه فظيعه فظيعه. وبصي جوسي ازاي واللبن فيها، ويعني بس مولعه طبعا مش قادره اكلها حتى قدامكم. طالعه جميله جدا. يعني يا ريت كده تتابعي الفيديو وتشوفي اتعملت ازاي، بجد هتعجبك جدا. طريقتها سهله مبسطه، ما فيهاش اي حاجه صعبه خالص. من اسهل الحلويات اللي ممكن تعمليها كده، ما فيش 10 دقايق. يا ريت تجربيها ام علي، بجد بجد بجد. من الحاجات اللي اي حد ممكن يتفوق فيها. مكوناتها بسيطه. يلا بينا كده بقى ناكلها، ويلا بينا نشوف الفيديو الجميل ده اتعمل ازاي. ما تنسيش بقى الشير واللايك والكومنتس. بحبكم في الله، دمتم موفقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بتوحشوني من فيديو للتاني، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مساء الفل عليكم لو بتشوفوني بالليل، وصباح الفل عليكم لو بتشوفوني الصبح. يلا بينا بقى كده نعمل احلى حاجة ممكن تاكليها بقى. بصي، حاجة حلوة سهلة وسريعة اهو. هنبتدي كده. هتعملي ايه؟ انا النهاردة هحط الحاجة اللي انا هعملها في الطواجن الجميلة دي. طيب يلا، مين يخمن معايا بقى هعمل ايه؟ انا مستنيه في التعليقات تكتبوا لي هعمل ايه، عشان دي حاجه اكيد كلكم بتحبوها. ايه النهارده؟ هعمل حاجه حلوه زي ما قلت لكم. البطل فيها الملفيه. الملفيه الحلو اللي انتوا شايفينه معاكم ده اهو بالشكل الجميل ده. طب هتعملي لنا ايه يا نهى؟ حاجه ممكن تتعمل بالملفيه، ممكن تتعمل بعجينه الباف باستري، ممكن تتعمل بالكرواسون، ممكن تتعمل بايه تاني؟ بالرقاق الناشف، ممكن تتعمل بالجلاش وتحمصيه. بصي يعني زي ما انت عايزه تقولي قولي. هعمل لكم ام علي. طبعا كلنا عارفين القصه الشهيره بتاعت ام علي وقلتها لكم قبل كده. بس اصح حاجه طبعا لام علي عجينه الملفيه او الباف باستري، اللي هي برضو ايه زي عجينه الملفيه بالظبط. بتبقى حلوه برضو بالكرواسون اللي بنجيبه من بره، بتبقى حلوه بالمولتو. يعني بصي مش هتقولك لا. ايه الحاجات بقى التانية اللي هي الرقاق الناشف والرقاق الطري وتحمصيه والجلاش والكلام من ده؟ دي حاجات ايه يعني مفتكسه كده، لكن الصح بتاعها اللي انا جايبهولك النهارده ده اللي هو الملفيه. وهو دلوقتي بقى يتباع، الاول ما كناش بنلاقيه كتير يعني، لكن دلوقتي بقى يتباع على في كل حته. بتلاقيه بقى عند اللي بيبيعوا الكنافه والقطايف، بتلاقيه في السوبر ماركت، بتلاقيه في حتت كتير يعني. انا جايبه الكميه دي، طبعا مش هعملها كلها، دي كيلو. هعمل منها كذا وصفه، فقلت ابتدي كده اخد منها مثلا. يعني هي فيها 3 بار، يعني بار اهو 3. هاخد ممكن 1 أو 1.5 من القطعه دي بس تكفي. هعمل ايه؟ انت ممكن تعمليها في صينيه بايركس او في طاجن كبير. انا هعمل في ال3 طواجن بس على قد ايه اللي هياكلوا، عشان طبعا ام علي زي ما كلنا عارفين يعني مش بتحب تبات. ام علي بتبقى طازه كده وايه، وتاكليها طازه احلى. طب مكوناتها ايه غير الملفيه؟ مكوناتها علبه القشطه الجميله دي، او قشطه بوك، او اي قشطه بلدي انت محوشاها عندك، او لو ما عندكيش قشطه خالص ما فيش مشكله، كريمه اللي هي الكريم شانتيه وتضربيها. بس لازم حاجه تغطي الوش. واللبن، اي لبن بقى انت بتحبيه، بس الاحسن لبن مبستر. هاتي بقى بخير، وهاتي المراعي، اي حاجه يعني. دي طبعا بتبقى ايه احسن من اللبن البلدي. يعني في وصفات كده بيبقى احسن فيها اللبن البلدي، ووصفات بيبقى احلى فيها اللبن المبستر ده. وطبعا المكسرات اللي عندك بقى، اي حاجه عايزه تحطيها على حسب ما تحبوا. بس انا عن نفسي بحب جدا جدا في الوصفه دي زي ما انت شايفه كده. ده ايه؟ ده جوز الهند، وانا محمصاه، بيدي طعم يا جماعه غير عادي. بجد بجد جربي التحميصه بتاعته دي، بتفرق جدا. حتى الريحه بتاعته بتبقى مختلفه اما يتحمص جوز الهند دي. هحط بقى مثلا شويه بندق وحبه زبيب بس كده، مش بحب اكتر من كده معاها. يلا بينا بقى كده نبتدي نفتح معاكم الباكت. بسم الله الرحمن الرحيم. صلي كده على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا محمد يا رسول الله، صلاة في الأولين وصلاة في الآخرين، وصلاة نلقاك بها يوم الدين. اهو كده هاخد كده ايه، ثانية واحدة. جبت كده صينية، وهحط بقى الرق كده. جبت بس صينية عشان ايه ما بهدلش الدنيا. وتبدأي ان انت تكسريها كده. لو وصلتي لحد هنا من الفيديو معايا، ما تنسيش تكتبي لي بتشاهديني منين، عشان ده شيء بيساعدني جدا. نبقى كده على تواصل مع بعض.
وبشكر اي حد بيدخل القناه وبينورني فيها وبيكتب لي تعليق محفز، والتعليقات اللي برضو مش يعني حبه كده وحبه كده ما بتعجبنيش قوي. اي نقد بناء انا بحبه جدا. اي نقد بيكتب لي مش بيعجبني انا عايزه اقول لكم، او مش بيعجبني بجد يعني، اللي هو انا بحس ان ده نقد بس هدام، او لو مجرد ان انا اتضايق انا ولا بقراه ولا باخد بالي يعني، لا بقراه طبعا بس ولا كأنه عدى عليا. بس كده. ما تنسيش بقى تحطي اللايك والشير الجميل بتاعك والكومنت المحفز التشجيعي اهو. بصي كده، نجيب بقى الطاجن التالت بالشكل ده. هو شكلها يعني قطعه واحده كفايه من اللي هو ايه من التلاته، ما تكتريش قوي لان هي طبعا جمالها ان هي بتبقى ايه هشه كده، ده بيدي طعم حلو جدا وبتبقى روعه صراحه اهو. ويا جماعه انا عايزه بجد اطلب منكم طلب بجد بجد. الوقت انتشرت حاجه كتيره جدا، انا كل ما افتح الفيس اشوفها او اليوتيوب او يعني، بس يعني بالاخص الفيس صراحه. طبعا احنا عارفين الفيديوهات الفيس بتنزل برضو على اليوتيوب، المحتوى بتاع القنوات الغير هادف، وبلاقي صراحه مشاهداته عاليه جدا. والله بجد انا بحزن. مش بحزن عليا بس طبعا يعني الحمد لله انا عارفه ان قناتي جميله او هادفه يعني. بجد بجد ده شيء انا عارفاه منكم كويس جدا. بس في كمان قنوات احلى مني بكتير وبلاقي مشاهداتها ضعيفه وبلاقيها قليله بجد. والله العظيم انا بزعل جدا. والقنوات اللي مليانه اسفاف ومليانه حاجات ملهاش اي 30 لازمه بلاقي مشاهداتها عاليه. فانا عايزه اعرف العيب منين بقى يعني؟ هل العيب من المشاهد اللي هم الناس اللي بتتابعنا، ولا العيب مننا، ولا العيب من ايه بالظبط؟ لكن بجد والله انا بحس انها حاجه تحزن ان الواحد يبقى تعبان في الفيديو. زي ما بقول لك كده يا ست الكل يا قمراي، ان الواحد يبقى تعبان في الفيديو. نجيب بس كده واحنا بنتكلم مع بعض الكسرولة بتاعتك، هنحط فيها بقى اللبن. عشان ايه؟ عشان نغليه، لان لازم طبعا ام علي يتحط لها اللبن مغلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الواحد بقول لكم يبقى تعبان في الفيديو بجد. انتوا ما تعرفوش قد ايه يا جماعه. طبعا اللي هيعرف كلامي ده اللي هو الناس اللي عندها قنوات والناس اللي فاهمه في الكلام ده. انتوا ما تعرفوش الفيديو ده عشان يطلع لكم كده بالخمس دقائق او بالعشر دقائق بيحتاج تعب قد ايه، وبيحتاج وقت قد ايه، وبيحتاج تنظيم، وبيحتاج ترتيب وتصوير ومونتاج، وكل حاجه تبقى بصي متحنتفه كده ومتسنتفه، اللي هو السنتوفيه بنتوفيه اللي انتوا بتشوفوها قدامكم دي. طبعا ده مش يعني مش الشيء العادي لاي مثلا ربة منزل انها وهي بتعمل حاجتها ان هي ايه. ثواني بس اجيب السكر. ان هي تطلع بقى حاطه الورد وحاطه مش عارفه ايه وحاطه ايه. لا طبعا ده برضو طبعا النظافه دي شيء مهم ودي اساسي في كل بيت وفي كل ست طبعا زي الفل. بس الحاجات بقى اللي هي المحنتفه زياده عن اللزوم دي احنا بنعملها عشان التصوير. مش معقول انا هكون بطبخ الطبيخ العادي بتاعي واحط بقى الورد واحط اللي مش عارفه ايه واحط يا حلو صبح يا حلو طول. فاهمني يعني؟ فاهمين يا جماعه؟ استنوا نحط كده ايه. هحط مثلا نحط لكل طاجن معلقه سكر كبيره عشان ما يبقاش مسكر قوي، لان انا لسه هحط اهو معلقه ونص. يلا كلفي ولا يهمك. وداعا للرجيم النهارده الدايت باظ. فالحاجات دي والله بتحتاج وقت يا جماعه. الحاجات دي بجد بجد بتحتاج وقت، مش مجرد ان هي بتتحط وخلاص. والمونتاج ده موال كبير جدا. وفي الاخر المشاهدات تبقى بسيطه وتبقى ضعيفه، فاكيد الواحد بيجيله احباط. وفي الجانب الاخر بتلاقي بقى القنوات اللي كلها اسفاف وكلها بقى جوزي ضربني، لا جوزي طالع على السلم، وقمت عملت عزومه، وقمت عملت صينيه مكرونه بشاميل، جبت ربع فرخه وعزمت عليها الشارع كله، مش عارفه حمايه طلع عمل ايه، مش عارفه تعالوا نزرع مع بعض البيض والبانيه. والله بجد انا بشوف حاجات تشيب. ثواني احط الحاجه على النار وارجع لكم. بصي اللبن غلي هنا معانا، وطبعا حاطه فيه السكر. هحط بقى ايه، وعايزه احطي برده يعني حاجه قرفه بسيطه لو عايزه. هحط الفانيليا بعد ما يغلي كده بالشكل اللي انت شايفاه. ثانيه واحده اهو. بس الفانيليا حطيها بعد ما يغلي. تقليبه كده حلوه. تبداي بقى ايه تنزلي على الرقائق اللي انت عاملاها دي كده، توزعي عليهم اللبن. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. وتتاكدي ان هو ايه اتغطى كل اللبن كده بالشكل اللي انت شايفاه ده. هو شربه كده
تمام. بصي اهو ما شاء الله مليان لبن زي ما انت شايفه. هقرب لك كده شويه اهو. هبدا انزل بقى بالخليط اللي انا عاملاه، اللي هو بتاع جوز الهند اللي انا محمصاها دي. عايزه اقول لك بتدي طعم حكايه حكايه بجد. جربيها التحميصه دي اكنك حاطه مكسرات، حتى لو ما حطيتيش مكسرات لا بتوديه في حته تانية خالص. وهحط برده حبه زبيب. ثانيه واحده بس الاضاءه برضو عادي يا جماعه، انتوا مش غرب. استنوا. هحط حبه زبيب كده اهو. ده انا نوري غطى بقى على الكهرباء. عادي يا جماعه بتحصل يعني. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ القشطه اللي انا جايباها دي، او قشطه اللبن، او قشطه بوك اللي تلاقيه يعني اللي عندك، او تضربي بقى كريم شانتيه كده وتعمليه على الوش. طب بس القشطه دي طبعا ايه جاهزه يعني مضروبه، فانا هقوم فرداها على الوش كده بالشكل اللي انت هتشوفيه ده. بسم الله الرحمن الرحيم. حطي كده قطعه في كل قالب، في كل طاجن، ونبدا ان احنا بقى نفردها كده بالشكل ده. هفردها بس كده وارجع لكم. فردتها اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هبدا بقى كده سكر البودره، اعمل حبه سكر بودره كده على الوش عشان يدي كده لون حلو، مش كتير اهو بالشكل اللي انت شايفاه ده. هدخلها بقى كده الفرن تاخد طبقه كده وش احمر كده حلو، وهرجع لكم تاني.